السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى مشاهدين في الدنيا، أهلا ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة. تعالوا مع بعض نعرف طريقة عمل الفتة الجميلة اللي حضراتكم شايفينها دي. بسم الله ما شاء الله، دي فتة عدس. طبعا اللي يشوفها ما يقولش كده خالص، بس أنا متعودة أزين أكلي بالشكل الجميل ده عشان أكون متجددة وأغير في أكلاتي. معانا المقادير زي ما حضراتكم شايفين كده، مقادير شوربة العدس الأصفر. أكلة شتوية جميلة وطعمها أجمل. نص كيلو من العدس الأصفر، جزر متقطع صغير، طماطم وبصلة وخمس ست فصوص توم واتنين حبة بطاطس متقطعين وشعرية. ودلوقتي معايا الحلة فيها المية، هضيف ليها كل المكونات دي. انزل بالبصل والثوم والبطاطس والعدس والجزر وارفعها على النار، والطماطم هرفعها على النار تتسلق. وبعد ما استوت هنزل بيها في المصفى بالشكل ده وابدأ اصفيها. طبعا كل ست بيت شاطرة وليها طريقتها، في ناس بتفضل تضربها في الخلاط، بس انا بفضل اصفيها بالمصفى. ودلوقتي خلصتها بسم الله ما شاء الله بالشكل الجميل ده. هنزل بالشعرية متحمرة وعليها البهارات، ملح وفلفل وكمون وكركم وسنة بابريكا. ودلوقتي هنزل بالشوربة وهرفعها على النار تكمل السوا. وبمجرد ما تغلي معاكي بتكون الشعرية استوت. ودلوقتي هنجهز الفتة الجميلة. معانا العيش متقطع تقطيع صغير بالشكل الجميل ده، هنزل عليه بشوربة العدس. وبعد ما نزلت بالشوربة معايا صلصة الفتة، طماطم وتوم وخل وليمون وبهارات وفلفل وكمون، والشطة طبعا اختياري. ودلوقتي هبدأ أزين طبق الفتة الجميل ده بالصلصة ما شاء الله بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعد ما عملتها بالتسبيكة الجميلة هزينها بالخضرة ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا هو تزيين وفي نفس الوقت بيدي طعم للأكل جميل جدا. وبكده بكون خلصت الفتة ما شاء الله بالشكل الجميل ده، ولا أجمل ولا أروع من كده. وهقدم معاها طبق شوربة العدس. طبعا أكلة شتوية رائعة ومفضلة عند الجميع، مفيش حد ما بيحبش العدس وشوربة العدس. ودلوقتي هزين
فتة العدس بشكل تاني، بالشكل الرائع اللي حضراتكم شايفينه ده. كلنا عارفين طبعا ان العين بتاكل الاول، يعني شكل اكلك هو اللي بيفتح النفس على الاكل، فلازم تجتهدي وتزيني وتقدمي افضل ما عندك. وقدمنا طبق الفتة مع طبق البصل. البصل ده معمول بالملح والخل والليمون، بيبقى طعمه جميل جدا مع فتة العدس. وياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان اللي جاي احلى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.